خطف شباب أهل برج باريش فوزا ثمينا من ميدان مضيفه اتحاد بسكرة بهدف نظيف. الشوط الأول كان دون المتوسط من الجانبين وسط التحفظ وخشية استقبال الأهداف، بيد أن الشوط الثاني كان مغايرا وعرف تبادل الهجمات من الجانبين قبل أن يخطف بن عاشور هدف المباراة الوحيد بعد ربع ساعة من انطلاق المرحلة الثانية، فيما لم يحمل النصف الثاني نصف ساعة المتبقية أي جديد على مستوى النتيجة ليرتقي الأهلي إلى أعلى ترتيب برصيد 6 نقاط. وإليكم مشاهدينا الكرام جدول نتائج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية موبيس وكذلك الترتيب. إذن أهلي برج باريش في المركز الأول ب6 نقاط رفقة شبيبة بجاية بنفس رصيد النقاط 6 نقاط في المركز الأول، يليه نادي بارادو في المركز الثالث ب4 نقاط رفقة أولمبي شلف وشبيبة اسكيكدا اتحاد البوليدة، وبعد تحقيق أول فوز له في المركز السادس. وفي آخر الترتيب نجد أمل بوسعادة في المركز 13 بنقطة، أمل الأربعاء بنقطة واحدة، وبسكرة في المركز الأخير رفقة غالي أم عسكر. وبجدول ترتيب الرابطة المحترفة الثانية موبيليز نكون قد وصلنا لختام فلاش فوت لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع القادم بحول الله، إلى اللقاء.